بنحتفي بختام المؤتمر الثالث لحفظ التراث، وهو تنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة الإدارة العامة المركزية للدراسات والبحوث الإدارة المعنية بالمأثورات الشعبية. الحقيقة المؤتمر على مدار 3 أيام كان بيناقش الثقافة والتراث الخاص بمحافظة سوهاج، كل ما يتعلق في المؤتمر بالأوراق البحثية من خلال الباحثين تقديم ما يخص التراث، الأزياء، العادات والتقاليد، المدن التاريخية داخل سوهاج، أيضا غيرها من الموضوعات التي تناقش التراث المادي والغير مادي بمحافظة سوهاج. أيضا من الموضوعات الهامة التي يناقشها المؤتمر في خلال 3 أيام في اليوم الثالث، وهو عرض تجربة لكثير من الباحثين في مجال حفظ وصون التراث. على سبيل المثال تقدمنا بمشروع إحياء التراث المقدم من قبل قطاع الإنتاج الثقافي وزارة الثقافة لحفظ وصون التراث وتعريف النشء أهمية التراث. الحقيقة هناك عديد من المحاور التي يهتم بها المؤتمر لإثراء المعرفة حول التراث، منها نشر الوعي الثقافي بأهمية التراث والأماكن التراثية والفنون التراثية. على سبيل المثال المزارات الهامة في منطقة سوهاج، كيف التقدم وحماية هذه المزارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وكان هناك العديد من اللقاءات تعرض أوراق بحثية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والبرامج AI في حفظ التراث والطرز المعمارية لهذه المزارات. أيضا شرح وتوضيح تجارب عديدة، على سبيل المثال تجربة نشر الوعي لدى الشباب عن طريق إقامة برامج ثقافية تحتوي على أكثر من فقرة تثقيفية توضح ما هو التراث، ما هو الموروث الثقافي، ما أشكال التراث المادي والغير مادي، كيف نحفظ هذه الموروثات، كيف نحافظ على صون هذه الموروثات. الحقيقة كان في مقترحات كثيرة طرحت خلال المؤتمر طرح مشاريع باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتوثيق للمدن التراثية، الأزياء التراثية وغيرها. أيضا تعريف الشباب بالفنون التراثية عن طريق عمل احتفاءات واحتفالات تضم العديد من مظاهر التراث، الأماكن التراثية، الأزياء التراثية وغيرها. نحن أيضا بصدد شرح تجربة إحياء التراث لدى الشباب في المدارس والجامعات عن طريق تعريف الشباب ما هو التراث. تجربة الشباب في التراث على سبيل المثال من إحدى الموضوعات اللي تناولناها أرض الفيروز سيناء، كيف يتعرف الشباب على هذه المنطقة الثرية الحبيبة والتراث بها، أشكال التراث، كيف الاستفادة والنظر إلى هذا الموروث لاستغلاله اقتصاديا وإدخال العناصر التراثية في الاقتصاد والصناعة المحلية، والكثير من الأمور التي تناقش كيفية حفظ التراث وصونه. الحقيقة أنه الاهتمام بالتراث من إحدى الموضوعات المهمة للغاية التي تعني وزارة الثقافة بها العناية البالغة والاهتمام عن طريق أشكال مختلفة من حماية التراث، عمل المؤتمرات والملتقيات التي تهتم بحفظ التراث وتعريف التراث. أيضا تضافر
الجهود في الدولة لحفظ التراث وحمايته عن طريق الملتقيات التي تلتقي بها العديد من الجهات المنوطة بحفظ التراث من وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون الشعبية، والمراكز التراثية الثقافية، أيضا المجتمع المدني والمجتمعات والجمعيات المهتمة بالتراث. لابد من تضافر الجهود لحماية التراث وتعريفه للشباب. أيضا استخدام الأساليب الحديثة في حفظ وصون التراث عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في حفظ التراث والبرامج المتخصصة، استخدام البرامج الذكاء الاصطناعي في حفظ التراث، في عمل الخرائط الجغرافية للأماكن السياحية والتراثية على مستوى المحافظة، استغلال تلك الطرز والهياكل الهندسية التي يتم إحصائها وتوثيقها في منصات يستطيع الجميع التعرف عليها والشباب تداولها. أيضا أفكار مبتكرة كطرح مشاريع لتوثيق التراث باستخدام التقنيات الحديثة. نجد العديد من الشباب يقوموا بتسجيل وتوثيق أماكن سياحية ومزارات في مصر، وده شيء عظيم جدا لأنه هو يعد نوع من التوثيق الغير مباشر للأماكن السياحية والتراثية داخل مصر. أيضا دعوة الشباب لحضور هذه الملتقيات وسماع أفكارهم ومقترحاتهم حول تطوير أساليب حفظ وصون التراث. أيضا من المواضيع الجميلة في التراث هو أنه تراثنا المصري متداخل مع حياتنا بشكل متضافر وكبير جدا، فنجد الشباب يعني يميلوا للمسلسلات القديمة والفنون القديمة زي التحطيب والتنورة، ودي كلها وسائل جذب للشباب. وعلى هذا الموضوع احنا اقمنا العديد من الندوات والملتقيات والاحتفاءات بالتراث. يعني على سبيل المثال احتفال باليوم العالمي للتراث، استضفنا مجموعة من الشخصيات التراثية. عازف الربابة عرفنا الشباب ما هي آلة الربابة، بتصنع ازاي، مين اهم العازفين، استضفنا هؤلاء العازفين. قام الشباب بالتجريب بتجربة، يجرب عزف الربابة، يجرب يسمع صوتها، يجرب الأزياء التراثية المختلفة. الحقيقة كان في إقبال وترحيب كبير جدا من الشباب وهو بيتعرف على أشكال مختلفة من التراث. يعني في حفلات التنورة الشباب سعد جدا بهذه الحركات الصوفية وكان عايز يجرب الأداء الصوفي بالتنورة، وازاي التنورة أيضا أشكال مختلفة من الشخصيات التراثية زي بائع العرقسوس وغيرها. بنستضيف كل هذه العناصر ونعمل نوع من الاندماج الشباب والشخصيات التراثية، وبيكون يوم بيتعرف به الشباب على التراث بشكل مبتكر وحديث وغير مباشر. وكلنا دلوقتي بنشوف الشباب ازاي بيكون سعيد وهو بيقتني قطعة تنتمي لتراث مصري قديم، في قطعة حلي، مكملات ملابس وغيرها. فده محاولة مننا ان احنا نجذب الشباب لتراثه المصري، والحقيقة دي خطوات ثابتة من وزارة الثقافة دمج الشباب في قضاياه وقضايا مهمة كقضية التراث المصري.
مهتمة جدا بتراثنا وحضارتنا والتاريخ، وأتمنى أن كل الشباب يبقى عندها ثقافة تاريخية وتتعلم أكتر عن التراث بتاعنا وأمثالنا الشعبية بتاعت زمان، ونبتدي نتكلم بيها تاني. بحب قوي أحضر الندوات والمؤتمرات والفعاليات. أنا النهاردة كنت في الفعاليات، والنهاردة كانوا بيتكلموا عن حاجات كتيرة قوي مهمة عن تراثنا والأماكن الشعبية وحضارتنا، وقد إيه حضارتنا مهمة ومن أعرق الحضارات ومن أقدم الحضارات. لازم نبقى عندنا وعي كافي بيها. إحنا كشباب لازم نتعلم أكتر ونقرأ أكتر ونشوف كل حاجة. أنا دلوقتي في المكتبة وفي القصر، وحاجة جميلة جدا، وبجد أتمنى كل الشباب إن هي تحضر فعاليات زي كده وتهتم بلغتنا وبأثارنا وحضارتنا، ونبتدي نضيف عليها كمان ونجمل منها. كنت بتناول بحث عن المرماح، الممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات عن المرماح في صعيد مصر. وطبعا لما بنيجي نتكلم عن المرماح فهو له نشأة تاريخية منذ العصر المملوكي، حيث كان له دور وظيفي زي الأمير أخور قانباي الرماح، وايضا بكتوت الرماح الخازندار. دول انا جبت مخطوطات كمان، مخطوط جامع الفنون ديت بتتكلم عن رياضة المرماح والألعاب الفروسية في العصر المملوكي، وهي مخطوطات نادرة بتتكلم عن ازاي كانوا مهتمين جدا برياضة الخيل. وكانوا ايضا كان في طبعا على الفنون التطبيقية كما هو معروض في متحف الفن الإسلامي. وايضا لو احنا حتى شفناها كمان في الايقونات زي ايقونة ماري جرجس او غيره، ايضا موجود في المخطوطات الإسلامية. كل دوت كان بيتكلم عن المرماح في صعيد مصر. طبعا الرياضة ديت منتشرة في الصعيد بس مش منتشرة في الدلتا. اللي موجود في الدلتا هو خيل الأدب اللي هو الخيل الراقص، أما الصعيد هو منتشر فيه خاصة في الموالد الشعبية زي سيدي عبد الرحيم القناوي أو سيدي عبد الرحيم القنائي كما يطلق عليه. بيبقى موجود الاحتفالية دي كبيرة جدا، وبيبدأ المشاركين فيه من كل المحافظات المصرية اللي هم بياخدوا خاصة الصعيد، وبياخدوا اللي هم الحصنة بتاعتهم أو الخيول، بيبدأوا اللي هم بيروحوا يشاركوا في هذه المناسبة. وبتكون بتبدأ المرماح ده بيبدأ من بعد العصر مباشرة حتى صلاة المغرب. بتبدأ بطقوس محددة مثل الترابيع والمشالاة، وليه قانون خاص. طبعا الرماحة طبعا ليها قانونها الخاص وطبعا زيها الخاص، وكمان استعاضوا عن فكرة الرمح بالخشبة أو الزانة اللي موجودة، اللي هي بتبقى طولها من حوالي من 2.5 ل 3 متر. اللي هم طبعا احنا عايزين نعرف الشباب اللي طالع يعني ايه التراث الثقافي غير المادي والعادات والتقاليد، وان التراث دوت هو تراث حي موجود من ساعة ما الانسان، هو اسلوب الحياة بتاع الانسان نفسه اللي هو بيعيشه كل يوم من ساعة لما بيصحى من النوم لغاية لما بيرجع ينام بالليل تاني. فدي كلها احنا بنمارس عادات وتقاليد ومعتقدات والعاب وحرف تقليدية. كل دوت هو من موضوعات التراث الثقافي غير المادي. طبعا التراث الثقافي غير المادي احنا محتاجين طبعا اللي احنا ننقله
للنشء بتاعنا، ويبداوا اللي هم يشوفوا يعني ايه التراث الثقافي غير المادي ويمارسوه كمان. يعني يشوفوا مثلا حاجه زي اللي انا عرضتها النهارده في البحث بتاعي عن المرماح، يعرفوا يعني ايه المرماح والرماحه، ويعني ايه الفروسيه، واللي ازاي اللي هم بيفتخروا الممارسين دول بيفتخروا برياضه الخيل والطب الشعبي بتاعها. ويبدا الطفل او النشء اللي هم يشوفوا التراث الثقافي بتاعهم ويبداوا يعرفوا يعني ايه تراث ثقافي مادي المتمثل في الاثار المصريه، والتراث الثقافي غير المادي المتمثل في العادات والتقاليد والادب الشعبي، واللي هي الحياه اليوميه للانسان او اسلوب حياه الانسان وحكمه الشعوب في هذه المفردات الثقافيه. خلينا نتكلم يعني ايه أطلس ويعني ايه مقصور شعبي. احنا في أطلس بنجمع ونوثق التراث المصري في كل المحافظات المصرية. طيب ليه أطلس؟ لأن احنا بناخد التراث ونحطه على خريطة ونبدأ نطرحه للمجتمع انه يشوف تراثه على خرائط متنوعة لمصر. احنا بنجمع ونوثق التراث في كل اشكاله وفي كل انواعه. يعني بنجمع التراث في العادات والتقاليد المصريه، في الثقافه الماديه، في الحرف الشعبيه، في الالعاب، في الازياء، كل ما يخص التراث وكل ما يخص المجتمعات الانسانيه فاحنا بنجمع ونوثق وفق لضوابط معينه. عندنا باحثين ومراسلين موجودين في كل المحافظات المصريه، كلهم بيشتغلوا في نفس الموضوع في نفس التوقيت. طيب أطلس بيعمل إيه علشان يعمل إعادة لنشر التراث؟ إحنا الأول كنا بنعمل ونوثق التراث ونجمعه ونبدأ في تصنيفه وفهرسة التراث ونحطه في معمل الإدارة ويكون موجود. أما الجديد إن إحنا بدأنا نحاول إن إحنا نعرف المجتمع بتراثه. إزاي؟ احنا بنشتغل على اكتر من محور. اول محور ان احنا بنخاطب طلبه المدارس، بنعرف الطلبه من خلال ورش الحكي والالعاب الشعبيه والحكايات الشعبيه بتراثهم اللي موجود والتراث الايجابي. وبنكلم طلبة الجامعة من خلال الندوات والمحاضرات والأمسيات إن إحنا كمان ننزل لهم الجامعة ونبدأ نشتغل معاهم ونعرفهم بتراثهم. مش بس كده إن إحنا بنخليهم يعرفوا تراثهم بس، لا إحنا بنخليهم يشتغلوا في جمع وتوثيق تراثهم علشان يقدروا يفهموا قيمة هذا التراث وأهميته ويربطهم بجذورهم وهويتهم اللي بتكون بتساعدهم على التميز وبتساعدهم على توضيح أهميتهم ودورهم في الحضارة الإنسانية. لازم نقول ولازم نبقى عارفين إن التراث الإنساني بشقيه المادي وغير المادي هو إرث الإنسانية وقلبها النابض عبر العصور. لازم الإنسان الجديد ولازم الجيل والأجيال المتعاقبة لازم تعرف تراثها. ليه تعرف تراثها؟ عشان تعتز بنسبها وبتعتز بنفسها وبتعتز بهويتها وتقدر تواجه عمليات الهيمنة الثقافية والعولمة اللي بتخلينا كلنا نضيع في بوتقة كبيرة احنا مش عارفين أصولنا فيها ايه. لكن لو فضلنا عارفين أصولنا وتمسكنا بجذورنا وهويتنا هيكون لينا وضع مختلف وإحساس بالتميز. طيب التراث الثقافي غير المادي إرث متناقل عبر الأجيال. إحنا بنحاول ننقله عبر الأجيال، نحفظه وبعد كده نصدره للأجيال. زي ما سبق وقلت إن إحنا بنخاطب شرائح مختلفة من المجتمع، بنخاطب بالأطفال عن طريق الحكايات والورش والألعاب، وعن طريق مجتمع أكبر أو شريحة أكبر في السن اللي هي طلبة الجامعة، إن إحنا بنتكلم معاهم وبنعرفهم وبنخليهم يشتركوا معانا في جمع وتوثيق التراث.
بنخاطب شريحة أخرى وهي شريحة الدارسين والمهتمين والمتخصصين والأكاديميين بالتراث عن طريق إقامة ملتقى علمي، وهو ملتقى سنوي بيتعمل سنوي، ملتقى أو مؤتمر سنوي بتنفذه الإدارة العامة لأطلس المقصورات الشعبية التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث تحت شعار الهيئة العامة لأصول الثقافة ووزارة الثقافة. المؤتمر ده بيتناول مشروع أو بيتناول موضوع وحلق بيضم مجموعة من الجلسات والحلقات البحثية اللي بتتناقش في هذا الموضوع وبداخله. بنطلع منه بتوصيات، التوصيات اللي بيقولها الأكاديميين والباحثين وأساتذة التراث في مصر بنبدأ نعمل عليها الخطة القادمة لأطلس اللي هو بيبدأ يشتغل عليها طول الفترة الجاية، سواء الخطة دي بتكون في تحديث أساليب الجمع أو في وضع موضوعات معينة ومتخصصة للجمع، أنشطة الأطلس بينفذها على أكتر من مستوى سواء للأطفال أو الكبار أو المهتمين والمتخصصين. دي بتتحط على مائدة الأطلس وبيبدأ إن احنا نشتغل عليها ونبدأ إن احنا نعمل عليها خطة النشاط السنوية القادمة لينا.